اهلا بكم مع المدرب الوحيد الذي اوقف قطار الاهلي السريع علي ماهر. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صابر ودي الكوره مع افوكاتو. هيطلع واحد زملكاوي كده يقول لي ما انت فوتت له فيوتشر، ولو الاهلي كسب هيقول لك اصل علي ماهر فوت للاهلي. اقول له ابننا ومننا واطلع انت من عبنا من الاخر. بص بقى يا معلم، قبل ما نشرح التعادل بتاع امبارح حصل ليه، خليني بس كده عشان بقالي فتره ما طلعتش اتكلمت عن الاهلي. اثني على كولر بصراحه، الراجل اللي رجع من بعد يعني بطوله افريقيا بانتصار على طلائع الجيش غير متوقع. هتقولي ليه؟ اقول لك الاهلي دايما كده، بعد يعني كسر العاده، بعد البطوله دايما بتلاقي الاهلي كده مستواه طالع نازل. والجميل برضو ان الراجل اول ما رجع كان مغير 9 في التشكيل، وده اللي انا كنت اتكلمت عليه في الحلقه بتاعه الرد على جمهور الوداد، ان الاهلي عنده دكه تانية هي فرقه، يعني في فرقه تانية قاعده على الدكه. الناس دي حاملين لقب افريقيا ومبقاش عندك حد اساسي او احتياطي، كل الفرقه بتلعب. وانت يعني لو نزلت حتى اللي بره السكور هيموتوا نفسهم. المهم يا سيدي، خلينا نعرف بقى علي ماهر عمل ايه عشان يطلع بالنقطه دي. بص، هو علي ماهر في اول الماتش حاول يجري الاهلي وفعلا قدر يجريه، وراح بكورتين تقريبا، منهم واحده جت جول بس الاثنين اتحسبوا اوف سايد. بعد ربع ساعه الاولانيه وبعد دقيقه 17 تقريبا خلاص بقى علي ماهر قال لك ارجع بقى وقفل. هو كان ممكن يخطف حاجه كده في اول الماتش ويحاول ياخد يبغت الاهلي كده، بس يعني هو الراجل طلع عاقل كويس، طلع عاقل قوي يعني. المهم خلينا بس عشان نعرف او الخص لك القصه كلها، تعال نشوف كده اصلا طريقه لعب الاهلي ايه نقطه الضعف اللي فيها وايه نقط القوه اللي فيها، عشان نعرف هو علي ماهر اشتغل على ايه بالظبط. فرقه الاهلي اصلا من الفرق اللي هي بتارجت المساحات، سواء انك بتجمع اللعب وتغيره من الناحيه الثانيه، او انك اللعيبه بتاعتك على مستوى عالي جدا بحيث ان هي بتقدر تخلق لنفسها الفرصه. يعني في موقف 1 على 1 واحد زي حسين الشحات او بيرستاوي يقدر يخلق لنفسه فرصه. لكن الكلام ده اتكسر قصاد دفاعات فيوتشر امبارح، لما علي ماهر ابتدى بقى يواجه الناس دي بواحد واثنين وثلاثه، لما تكتل كله في قلب ال 18 او قدام الجول بتاعه، كسر حته الكور البينيه اللي الاهلي بيلعبها ما بين الباك والسيرد باك. لان الاهلي امبارح كان بيعمل ايه؟ يعني مثلا لو خدنا الجنب بتاع ديانج وتاو ومحمد هاني، كان بيأخر ديانج شويه وبيسيب هاني وتاو هم اللي يكملوا. فكان دايما تاو زي ما كنا بنشوف كده بيضم لجوه مثلا ويلعب البينيه لمحمد هاني، وكذلك حسين الشحات كان برضو يضم لجوه ويلعب الناحيه ويلعب البينيه لعلي معلول. الحته دي بقى يعني علي ماهر كشفها، ولو ما كشفهاش هو كده عمل غابه من الثقان قدام ال 18 بتاعه. الاهلي حاول بكل الطرق من كل حته في الملعب الا انه فشل. جه بقى كولر الشوط الثاني لما لقى ان الموضوع مش نافع البينيات دي، ابتدى يعمل ستريتش للملعب ويلعب بقى العرضيات. لكن نقطة الضعف هنا عند الأهلي ظهرت، ألا وهي بقى إن أنت ما عندكش مهاجم رقم 9. هي دي بس، أنت ما عندكش مهاجم رقم 9. الأهلي لما بيلجأ لحل العرضيات ما بيعرفش من الآخر. يعني علي ماهر بصراحة أنا في رأيي إن علي ماهر يعني من أقوى المدربين. أنا يعني شايف الراجل يا جدعان، والله عايزين منتخب ناشئين قوي ادي لعلي ماهر. راجل تكتيكيا على اعلى مستوى، كفايه اللي عمله بالاسيوطي قبل كده. يعني انا بقول على علي ماهر جوارديولا النيل. فهو علي ماهر فطن للقصه دي كويس قوي وجر الاهلي للفخ انه يبدا يعمل ستريتش ويلعب عرضيات. فانا واقف ومعايا جول كويس قوي زي جنش. فيعني انت بقى كل محاولاتك هتبقى من بره ال 18 انك مش قادر تدخل بسبب انك الناس قد كده في غابه من الثقان جوه ال 18. فالاهلي امبارح دفع ثمن ان هو ما عندوش، وعشان كده ما عندوش فرود رقم 9. عشان كده ما بحملش بصراحه التعادل ده لحد، يعني لحد يقول لك مثلا حمدي فتحي ماشي فالقندوسي مش، ولا اي حماده من الكلام ده كله، ما فيش الكلام ده. الاهلي عمل كل حاجه، احنا شفنا كل فنون الكوره امبارح من الاهلي، من اليمين ومن الشمال ومن العمق والتسديدات، وعمل كل ما يمكن عمله. بس هو حتى لو تاخد بالك بالتغييرات، هو لما طلع كهربا ما نزلش محمد شريف ودى تاو. يعني هو واضح ان هو ايقن انه خلاص، يعني محمد شريف كده طريقه لعبه زي كهربا، مش ما فيش اختلاف. فيعني هو تحس كده ان الاهلي امبارح ما رماش الفوطه، حاول اخر دقيقه
بس هو ما كانش في حل تاني بصراحه. علي ماهر قفل كل الحلول على الاهلي امبارح، ويعني شابوه علي ماهر، انا من المدربين اللي بحبهم جدا جدا جدا. معاه فرقه محترمه، فرقه بتعرف تلعب كوره. يعني لو فرقه تانية احنا كنا مستنيين امبارح واحد من المدافعين يغلط، بس بصراحه خط دفاع فيوتشر امبارح بقياده مهند لاشين، لان لازم اجيب سيرته، بصراحه عملوا يعني عظمه وفي وقفه رجاله قدام الاهلي. فبصراحه انا ما اقدرش احمل التعادل دوت لحد من اللعيبه او لكولر، لان هو غياب عنصر زي الفرود رقم 9 هو اللي عمل المشكله دي. وكفايه قوي يعني الراجل اللي عمله دوت بصراحه، بدون فرود رئيسي او فرود رقم 9 ومحقق النتائج دي كلها، ما اقدرش، لازم تهجلي منك. يعني هتقابل فرقه يعني ما غلطتش. هو ده اللي حصل امبارح، انك تفتح قدام الاهلي، تفتح ولو فتح قد كده يقول الاهلي يقول لك تعالى مخيطك. بس كده. عجبك الكلام دوت ما تنساش لايك شير كومنت سبسكرايب. لو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.